حقيقة خليفان والدعاية اللا أخلاقية للباكيكا. منذ 3 من أيلول هذا العام تدير الباكيكا حملة دعائية حول أحداث خليفان الوهمية، حيث تدعي فيها مقتل 7 جريلا على يد بيشمركة كردستان. فحسب ادعاءات الباكيكا أن مجموعة جريلا عبرت نهر الزاب فتعرضت لكمين للبيشمركة، فهي تدعو للقيام بالأنشطة على كذبتها هذه. وقد نشرت الباكيكا الحادثة كل مرة بأسلوب مغاير لسابقاتها، كسيناريو فيلم تمت إعادة صياغته عدة مرات خلال شهر، فتشعبت الكتابات فيه من أجل كسب الإقناع لا غير، وآخرها ادعاء الباكيكا بنجاة مسلح من بين هؤلاء الجريلا 7. لم تنشر صور هذا الجريلا بعد، ومن المحتمل جدا أن نرى في الأيام المقبلة فيلما حول الحادث باسم خيري الناجي من أحداث خليفان على شاشة تلفاز الباكيكا. فهذه التنظيمات التي تغتال قياديها فاروق بوسكور ذو 32 عاما من الخدمة والوفاء، ومن ثم اتهامه بارتكاب الاغتيالات، لتقوم بعدها بواجب العزاء لعائلته واتهام الاتحاد الوطني باغتياله، ليس ببعيد عنها فعل أي شيء. وزير الدعاية والثقافة لهتلر وخداع الشعب. يعتبر وزير الدعاية والثقافة لهتلر جوزيف غوبلس صاحب مبادئ الدعاية الكاذبة، وأهم هذه المبادئ: إذا أردتم الإطالة في عمر كذبة ما فأطلقوها وكرروها دون توقف، وأحدثوا ضجة حولها فسوف يصدقها الناس. فسر تصديق الناس للكذب هو الاستمرار في تكراره. آنذاك كانت أجهزة الراديو أهم الأجهزة وأكثرها تأثيرا، فكانوا يستمرون في نشر الدعاية مدعين أن ألمانيا انتصرت، لم يقدر العالم أجمع على مواجهة ألمانيا، وأن أمريكا بحاجة إلى ألمانيا، وأن هناك مقاومة عظيمة. وبهذا تم صناعة أفلام قصيرة وكتابة سيناريوهات شتى. فصدق الشعب الألماني كذب غوبلس المتكررة. انهزم الجيش الألماني في موسكو، فأبادت الجيوش السوفيتية الجيش الألماني. في الجانب الآخر كان الشعب الألماني واقعا تحت تأثير دعاية غوبلس الكاذبة، يعتقدون أن الجيش الألماني منتصر، فيقيمون احتفالات النصر في صالة السينما. فكان غالبية الشعب الألماني يعتقدون أن الدبابات الألمانية تجتاح وسط موسكو ليستيقظوا على وقع جنازير الدبابات السوفيتية في شوارع برلين. فكان غوبلس يعرف بخبير الدعاية الكاذبة، فحقيقة دوره كان خداع الشعب والتلاعب به لا أكثر. إعلام الباكيكا على خطى غوبلس وتقلده. لدى متابعة وسائل إعلام الباكيكا بدقة وصدق لوجدنا مدى التشابه الكبير بين ما كان يقوم به وزير الدعاية الألماني غوبلس ومنصات إعلام الباكيكا اليوم، من اعتمادهم الكبير على مبدأ خداع الشعب والرأي العام وتضليله. فجماهير الباكيكا شعب مخدوع مغرر بهم، يعتقد أن الباكيكا ترتقي من نصر لآخر، وأن الجيش التركي لا يقدر على التخطي خطوة للأمام، ويرون أن العالم أجمع ينظرون إلى آبو كقائد لهم، وأنهم بأمس الحاجة له وللباكيكا. فالباكيكا أقنعت جمهورها بمثل هذه الأكاذيب. وكذلك قصة خليفان، فهي أيضا حلقة من مسلسل خداع الشعب الكردي. فالحقيقة أنه لا توجد أحداث باسم خليفان شارك فيها بيشمركة كردستان إطلاقا، بل أصدرت وزارة الدفاع التركية في 3 من أيلول بيانا عن تحييدها ل7 جريلا في 28 آب بمنطقة جارا، من بينهم قيادات نسوية. ورغم البيان التركي هذا، فالباكيكا مصرة على اتهام بيشمركة كردستان بارتكاب الحادث، غير أن التاريخ الديمقراطي الكردستاني معلوم للجميع أنه متى ما أقدم على فعل شيء فيفتخر به ويعلنه دون خوف أو وجل. وقد أصدر بيانا في 7 من تشرين الأول نفى فيه أي علاقة لبيشمركة كردستان بأي حادث باسم خليفان. الباكيكا تستهدف الناس بشكل مباشر، غير أن الباكيكا التصقت بهذه الكذبة وخلقت منها قضية، فنظمت المسيرات والتظاهرات في كوباني وديركا حمو مستهدفة الباردي والعائلة البارزانية. نظمت التظاهرات وأطلقت الشعارات ورفعت الصور وحشدت النساء ووجهتهن نحو معبر سيماركا الحدودي.
وهاجمت مرشحي الديمقراطي الكردستاني في شنغال. فشاهدوا شاشات الباكيكا وإعلامها فهم يصنعون كل ساعة خبرا مفتريا على الباردي وبيشمركة كردستان. وكان آخر حلقة من مسلسل خليفان ما كتب من سيناريو حول قائد قوات زيرافاني عزيز ويسي ومسؤول قوات بيشمركة روج دلوفان روباري، وكالعادة نشرت الخبر باسم شخص فضل عدم الكشف عن هويته. فهذه فعلا كانت مسرحية، بل مسرحية كوميدية. فيا لهذا الكرم من شخص مجهول الهوية يعطي وكالة هاوار الإخبارية للباكيكا بكردستان سوريا هذا الخبر. فالباكيكا لم تعرض مسرحية خليفان بكردستان سوريا في الصالة السياسية إلا لأسباب، منها عزل كردستان سوريا وعرقلة سير مفاوضات وحدة الصف الكردي هناك وخلق قضية مناسبة لاعتداءات على بيشمركة روج، علاوة على محاولتها للقيام بحركة سياسية وعسكرية في شنغال باحتمالية كبيرة. وسنشهد في الأيام المقبلة أنباء عن اعتداءات وهجمات عنيفة للباكيكا بما لا مجال فيها للشك. يا ترى هل حقا اعتقلت مجاميع نشطاء للباكيكا؟ هناك سبب آخر هام لدرجة كبيرة وراء افتراءات الباكيكا وأكاذيبها حول خليفان، ألا وهو اعتقال بعض ناشطي الباكيكا في مدن إقليم كردستان. كانوا يخططون للقيام بأنشطة عسكرية، فهناك إشاعة باعتقال العشرات من المنتمين لمجاميع الباكيكا كانوا يخططون للقيام بأنشطة مسلحة في مدن إقليم كردستان. والحق أنه تم اعتقال وتفكيك مجموعة إرهابية كانت تحاول شن هجمات في عمق كردستان، ولكونها لم تتوقع أن تكون نتائج الانتخابات العراقية بهذا الشكل فكانت لها أجندات مغايرة. فوفق هذه الأجندات كان الحشد الشعبي سيقوم باعتداءات وهجمات بالطائرات المسيرة بالتزامن مع هجمات برية للباكيكا على مؤسسات أمنية ودوائر حكومية تحت غطاء النازحين واللاجئين. لو كانت الباكيكا تملك ذرة أخلاق أو تربية وطنية قومية لما حشدت النساء الكرد على معبر سيمالك الحدودي. فما فعلته هذه التنظيمات يؤكد أنها مقلدة متقمصة شخصية غوبلس. انتصارات الباكيكا كانتصارات غوبلس. مع قدوم الخريف ستنتهي العمليات العسكرية للجيش التركي في حدود إقليم كردستان، تلك العمليات التي ألحقت خسائر فادحة بالباكيكا، فأصبحت أنفاق الحرب مقابر لشباب الكرد بتقصد. وسلمت الباكيكا قمم جبال كردستان الاستراتيجية للعساكر الأتراك. قضى الجيش التركي على قوات الجريلا في حدود محافظة السليمانية أيضا، وهذا ما تسبب بشلل هذه التنظيمات وإبقائها بلا حراك. كما تعرضت لانتكاسة عظيمة في الانتخابات العراقية المبكرة في شنغال والسليمانية، إضافة إلى خسارتها الكبيرة لشعبيتها في كردستان تركيا إثر حرب الخنادق. فتحولت الباكيكا لقوة صغيرة غدارة، لهذا تحاول بشتى الوسائل إدارة كردستان سوريا كوحدة عسكرية خاصة بها. الدعاية والإعلام الأخلاقي حول خليفان ومن أجل التغطية على هذه الحقيقة. جانب من هذا الخداع الأخلاقي للباكيكا وأنها تقدم أجلا وكأنه قائد أممي، وتنظيماتها وكأنها عنوان الحل في الشرق الأوسط، وقوتها العسكرية وكأنها القوة العظمى التي هزمت قوات حلف الناتو. فمثل ما خدع غوبلس الشعب الألماني بإشاعاته حول الانتصارات العظيمة لألمانيا ليصحو الشعب على واقع جنازير الدبابات السوفيتية وسط برلين، فكذلك تفعل الباكيكا، فهي تدعي أن النصر حليفها في حين منيت بالهزيمة والانكسار على كافة الصعد والجبهات والميادين. فالباكيكا لا تملك القوة الإعلامية القادرة على قلب الحقائق وتغييرها، كما لا تقدر على قلب الحقيقة بحشدها فئة من الشباب والنساء في الأزقة وإطلاق الصيحات. فسيأتي يوم تتلقى فيها الباكيكا صفعة أخرى كما تلقتها من الشعب الإيزدي في شنغال أثناء الانتخابات. فقد أثر غوبلس على ألمانيا العظيمة وكافة أعدائها، فهو كان زعيم الدعاية العالمية. رغم كل هذا تعرفون كيف انتهت قصته؟ فقد خدع عموم الشعب الألماني وكافة أعداء ألمانيا بدعايته الكاذبة. نعم، فهو كان أيقونة الدعاية الكاذبة، غير أن نهايته باتت واضحة للجميع. ختاما، تذكروا هذا ولا تصدقوا أو تثقوا أكثر بدعاياتكم اللا أخلاقية الكاذبة.